السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. عندي أخبار وعندي كواليس وأخبار مدوية، وحبدأ معاك بالعناوين. الزمالك ملزوم بدفع 6 مليون و200 ألف دولار. عودة الطيور المهاجرة في الموسم الجديد. قصة حكام الأجانب. فودافون والرعاية الجديدة للنادي الأهلي في شهر 7. مدرب ياس تورب. ويلا بينا نبدأ بأخبارنا. وقبل ما ابدا معاك اي اخبار، بقدم كل التعازي للنجم محمد شحاته لاعب وسط الملعب في نادي الزمالك. ابوه اتوفى. بقول له يا محمد ربنا يصبر قلبك، ربنا يصبر كل اسرتك يا رب العالمين. ربنا يرحم والدك ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويسكنه الفردوس الاعلى، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب اشفي كل مريض واغني كل فقير وارحم كل ميت برحمتك الواسعه يا ارحم الراحمين. واللي بيحب محمد شحاته، وطبعا دي ما فيهاش حب ولا فيها كره، اتمنى للناس كلها تقدم كلمه حلوه ودعوه حلوه في الكومنتات لمحمد شحاته وبالرحمه لوالده. اللي متابعني يا جماعه في الفيديوهات اللي فاتت، انا لسه قايل كمان ده امبارح، لسه قايل ان في وقف قيد 16 جاي لنادي الزمالك. بتصوتي ليه؟ ده لسه في 3 تاني جايين في نفس الشهر. كفايه بقى يا اخي، انت ما بتحسش؟ امال لو انت عرفتي اللي فيها. الزمالك ملزوم يدفع في الشهر ده يوم 1/5 بالاخص وبالكتير 6 مليون و200 الف دولار عشان خاطر بس يرفع القيد. يا ريت ما سالتك. زي ما انت شايف يا برنس، سبب ايقاف القيد انا لسه قايل برضو ان مدرب يانيك فيريرا مقدم شكوى في نادي الزمالك انه ما خدش مستحقاته، بس الفيفا ما كانش حكم فيها. بس اهو زي ما انت شايف الفيفا حكم بالفعل في القضية، واتحكم بالفعل القضية رقم 16. عودة الطيور المهاجرة في الموسم الجديد. عودة محمد عاطف اللي بيلعب، اللي طلع إعارة في طلائع الجيش، وعودة مصطفى الزناري اللي بيلعب في البنك الأهلي. وفي عودة كمان صفقة ثالثة طالعة برضو إعارة من عندنا، بس دي لسه ما اتحسمتش ظروفها يعني. قصة حكام الأجانب زي ما انت شايف يا برنس، ان الأستاذ ممدوح عباس يتكلف تكلفة الحكام الأجانب بالكامل. أنا مش عارف ليه ممدوح عباس دي في عهد مجلس الإدارة اللي فاشل. هقول لك أنا، بص، مجلس الإدارة الفاشل ده كان ممكن وحسين لبيب معاهم كمان بالأخص، كان ممكن يبيعوا مناديل في الرصيف ليلة بس ممدوح عباس. فودافون والرعاية الجديدة اللي في شهر 7 للنادي الأهلي. زي ما انت شايف يا برنس، شركة فودافون بتقدم رعاية جديدة في شهر 7 للنادي الأهلي، ومليارات، وهقول لك بص مليارات بالهبل داخل الأهلي في شهر 7. 5. مش بس كده يا برنس، كمان انا هقول لك ان كمان شركة فودافون عايزة تحط اسمها على استاد نادي الاهلي، مش الفالنة بس، لا ده كمان الاستاد. انا مش عارف المليارات دي هيودوها فين. كفايه بقى يا اخي، انت ما بتحسش؟ طيب اسمع الفيديو دي وانت هتسمع بنفسك المليارات اللي داخلة في شهر 7 للنادي الاهلي. الرعايه الحاليه عامله مليار و400 مليون جنيه. ياه. الرعايه، خلي بالك بقى، الرعايه الحاليه. الرعايه اللي هتكون 1/7 دي الاهلي يستهدف فيها 4 مليار جنيه. ياه. مليار في السنه. مليار في السنه. وحاجي معاك يا برنس في عقد ياس تورب مدرب الاهلي. انا هقول لك اللي مضى العقد ده هو اكيد عايز يقفل النادي باي طريقه. عقد يا جماعه فيه شروط جزائيه، فيه بنود العيل الصغير ما يكتبهاش اصلا. رقم 1، عقد بمبلغ رهيب، مبلغ كبير جدا جدا. تاني عقد، تاني بند محطوط ان الراجل ده ما ينفعش يمشي غير في نهاية الموسم، ولو عايزين تمشوه ياخد عقده بالكامل حتى لو كان مثلا واخد نص العقد في نص الموسم بتاعه.
وكمان الحاجة اللي خلتني أنا أشد في شعري وأتأكد إن اللي عمل العقد ده ليسترب هو بالفعل كاره للنادي الأهلي وعايز يضر الخطيب بأي طريقة. بس المشكلة إن الخطيب إزاي ما بصش على العقد ده؟ إزاي الخطيب دايما يعني هو مين اللي بيمضي على العقد ده مع يسترب؟ مش الخطيب ولا مين بالظبط يعني؟ طب إزاي الخطيب ما يبصش أصلا على العقد ويرجع البنود؟ المشكلة وهقول لك البند الثالث اللي مكتوب بند رهيبي. ازاي ان يسترب بص ممنوع الاهلي ان هو يتفاوض اصلا مع اي مدرب خلال فترة الموسم مع يسترب لو عرف او شم بس خبر كده ان الاهلي بيتعاقد مع اي مدرب تاني او مثلا بيتفق اتفاق بسيط او حتى رسالة بس على الواتس، هقول لك ان يسترب من حقه ان هو يرفع شكوى للفيفا وكمان يطالب بتعويض. ايه يا عم ده؟ هو في كده؟ ازاي يعني العقد ده عقد ده عيل صغير ما يعملش العقد ده. يا نهار ابيض، ايه ده؟ عقد كده يتعمل للنادي الاهلي؟ ده النادي الاهلي نادي البطولات ونادي العراقه نادي الجماهير، النادي ده اللي احنا كنا بنتعلم منه ازاي نمشي النادي عشان خاطر ننجح في المستقبل. هو اللي يعمل كده ويغلط الغلطه دي في مدرب وعقد يسترب؟ ازاي يعني ان الاهلي ما يعرفش حتى يتواصل كده مع مدرب ويتفق معاه اتفاق بس ان هو يا نهار ابيض. يعني بص هيعدي عليك الموسم الجديد، يخلص الموسم ده وانت اساسا مش من حقك انك انت تتفق مع اي مدرب تاني غير لما يمشي المدرب ده. انت متخيل؟ يعني انت هيدخل عليك الموسم الجديد، طب هيجي مدرب ازاي جديد في الموسم الجديد؟ هيعرف ازاي اللعيبه؟ هيجيب ويختار ازاي الصفقات؟ وهيكون اصلا المدرب القديم يسترب ما كانش لسه مشى ولا كان لسه اصلا اخذ المستحقات بتاعته. بجد اللي عمل العقد ده مع يسترب ده اكيد زملكاوي. الراجل ده اكيد زملكاوي وعايز يقفل النادي الاهلي. مش ما تقنعونيش يا جماعه ان الراجل ده اهلاوي وفي اداره نادي الاهلي وقلبه على النادي الاهلي. ازاي يعني؟ قول لي توقعاتك مين هيكون بطل الدوري؟ فاضل لنا نقطة إن شاء الله ونعديها على خير. قول لي توقعاتك مين هيكون في المركز الثاني وهيشارك في دوري الأبطال مع الزمالك إن شاء الله، ومين هيكون في المركز الثالث وهيروح الكونفدرالية. قول لي يا زملكاوية توقعاتكم في ماتش بكرة إن شاء الله مع اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية. إن شاء الله ربنا يكرمنا ونرجع بنتيجة إيجابية وإن شاء الله ناخد البطولة. طبعا بكرة ان شاء الله وبعون ربنا ماتش الزمالك ماتش مهم، ماتش مصيري، ماتش اكون او لا اكون، ماتش يا اما نرجع بنتيجة ايجابية يا اما لا قدر الله يحصل العكس. بس ان شاء الله وبعون ربنا هنوقف وقفة رجالة وهنرجع من الجزائر بنتيجة ايجابية. طبعا قصة اخوان الفينا بزيرة، اخوان الفينا بزيرة يا جماعة انا مش هقول لك ان هو جاهز 100%، انا هقول لك 70-80%، بس هو هيكون متواجد بالفعل في القائمة وهيكون متواجد كمان على الدكة، لكن معتمد جمال مش هيضحي باللعيب غير بس لما يشوف مسير وقصة المباراة هترسى على ايه. ان شاء الله وبعون ربنا ما نحتاجش اصلا لاخوان الفينا، بس لا قدر الله لو حصل في الامور امور طبعا اخوان الفينا بزيرة هينزل المباراة وربنا يوفقه ويوفق كل اللعيبة ان شاء الله. وهقول لك كمان معظم جماهير نادي الزمالك هو مش بالكترة بس والله لو واحد بس يا جماعة سافر ورا اللعيبة في الجزائر اقسم بالله هقول لك كتر خيره وانت على دماغي. معظم الجماهير يا جماعة جماهير بسم الله ما شاء الله عليها سافرت برضو ورا اللعيبة في الجزائر عشان خاطر توقف ورا الجمهور وتدعم الجمهور. اخبط اللايك بتاعك، اعمل شير، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ولو بتسمعني على التيك توك او على الفيسبوك قول لي توقعاتك لنتيجة المباراة وقول لي توقعاتك في الذهاب والعودة وقول لي كمان توقعاتك مين هيكون بطل الدوري، مين هيكون في المركز الثاني وهيشارك برضو في دوري الابطال، مين هيكون في المركز الثالث وهيشارك في الكونفدرالية. بجد موسم ولا بص دوري ولا هتقول الدوري الانجليزي، الدوري المصري مفيش منه اتنين، اوعى تغمض عينك مع الدوري المصري. سلام عليكم.